مشاهدينا، ينضم إلينا ضيف النشرة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. نناقش معه أثر الإضرابات على الاقتصاد والمواطن في المغرب. قم. تقول الأرقام إن الإضرابات العامة في العام الماضي عرفت تراجعا طفيفا بالمقارنة مع السنوات الماضية، لكنها بالمقابل كانت أكثر من حيث الزمن والتكلفة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. حياك الله دكتور، أهلا بكم معنا. مشاهدينا الكرام، عندما تخاض الإضرابات يقولون أن السبب الأول ربما هو اجتماعي، ولكن هناك من يقول أن هناك أسباب سياسية وهناك ابتزاز حتى. ما هي أسباب الإضرابات الرئيسة في المغرب؟ الإضرابات في المغرب هي مؤطرة من طرف المركزيات النقابية من طبيعة الحال، وهي أيضا مؤطرة من طرف منصوص عليها في الدستور كحق من حق الشغيله بصفه عامه، من الدستور الاول ديال المغرب الى اخر دستور اللي هو في 2011. لكن كل هذه الدساتير كانت كتاكد ان اضراب هو حق للشغيله بصفه عامه، في انتظار إصدار قانون تنظيمي يؤطر هذا القانون ويوجهه من طبيعة الحال ويضع شروطه وظروفه وحيثياته. هذا القانون لم يوضع. الآن الحكومة عزمة، كيبان لي بأنها هيأت القانون أو في انتظار الدخول في مشاورات مع الجهات المعنية، نقابات والاتحاد العام للشغالين وغير ذلك، لوضع القانون. الجوانب الأساسية منه هي واضحة الآن، فين غادين متوجهين بهذا الاضراب بهذا مشروع القانون، لكن لحد الان لا زال لم يوضع، وهو من القوانين التي تنتظر، من المشاريع التي ينتظر وضعها قبل انتهاء المده ديال الانتداب الحكومي. اذا نحن الان في وضع قانوني في المغرب كحق يمكن للمضرب ان يلتجئ اليه. ما الاسباب؟ بطبيعة الحال لا بد من خلاف. هذا الخلاف قد يكون مرتبط بالأجر، قد يكون مرتبط بظروف العمل. بصفة عامة الظروف هي فيها بزاف ما يتقال، ولكن بصفة عامة الأمر لا بد أن يكون ما بين المشغل والشغيلة خلاف حول نقطة من النقاط تؤدي، إن لم تؤدي الحوار والمشاورات إلى حل هذا الخلاف، فمن طبيعة الحال تلتجئ النقابات الى التفاوض ايضا مره اخرى، من بعد ما يكون الشغيله هي اللي كتفاوض مع رب العمل. بعد ذلك تتدخل النقابات، بعد ذلك يلتجأ الى الاساليب الاحتجاجيه اللي هي متعدده ومنها الاضراب. ما تأثير هذه الإضرابات على القطاع الخاص وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين؟ طبعا التأثير لابد أن يكون، لأنه الإضراب ما كيمشي في العالم كامل، ماشي غير في المغرب، ما كيلتجئ له المضرب إلا لما كيستنفذ كل شروط الحوار والتشاور. هذا هو الطبيعي، وهذا هو اللي يمكن يسن عليه القانون التنظيمي من طبيعة الحال. مثلا أنه إعطاء مهلة مع 10 أيام 5 أيام للشركة أو للمؤسسة أو غير ذلك، أن يكون الإضراب مؤطر في إطار جهة معينة، نقابة أو اتحاد للموظفين أو للشغيلة أو غير ذلك، أن يكون هذا الإضراب لا يضر مثلا بالإنتاج وإن كان الأمر سيتوقف أو غير ذلك. هناك أمور يمكن أن تدخل في إطار نقاش الطريقة في القانون التنظيمي ديال الإضراب، لكن تأثيره الاقتصادي والاجتماعي هو مؤكد، تأثيره الخدماتي هو مؤكد. ما تنسيش الجوهرة أن هناك تأكيد في الإضرابات لما تكون في جانب الصحة، فهذا أمر يمس فئة متضررة جدا اللي هي المرضى مثلا، ولكن أيضا هي المضربين لهم حقوق وواجبات، يمكن في هذه الحالة أن يجدوا الوسط ما بينها، ما بين الحق الذي يدافع عنه وما بين واجباتهم في العمل. ما تنسيش أن الإضراب، أنت عاد كتعرفي الآن في فلسطين دام الإضراب لمدة طويلة جدا وشهور الآن، وهذا الإضراب يؤدي إلى نتائج جد سلبية، منها الهدر بالنسبة للتلاميذ، منها مستقبل جيل كله كيضيع أحيانا بسبب الإضراب. ولكن هذا لا يعني أن الإضراب لا يمكن ممارستها، لأنها حق من الحقوق كما هي الحقوق الأخرى في حقوق الإنسان. وإذا الأجدر والمهم جدا هو أن تصل الجهات كلها إلى تفاهم من طبيعة الحال في الحوار الاجتماعي. مشروع قانون حول تنظيم الإضرابات هل هو كفيل بالحد منها أو بتقليص عددها على الأقل؟
هو ينظمها. ما يمكنش نتصوروا. احنا عرفنا الان انه في سنه 2015 265 اضراب اللي تنظم حسب وزاره التشغيل هي اللي كتقول هذا الشيء. مثلا كنعرفوا ان 221 مؤسسه ماشي سهله هي اللي كتدير الاضراب. كنعرفوا ان هناك خسائر كثيره بالنسبه للاضراب. الحل الامثل دائما لتنظيم الاضراب هو التشاور. الان مثلا كنشوفوا فيما يخص مشروع التقاعد اللي ناضت عليه كل هذه الضجه، كان يمكن ان لا يتم الاضراب ديال 24 فبراير اللي كان الاخير واللي دارته المركزيه النقابيه كامله، لو وصل الاطراف المعنيه كلها الى طاوله حوار جدي وجاد وهادف وبناء يؤدي الى نتائج حسنه للجميع. اذا فشل الحوار، وهذا ممكن لان الناس كل شيء بنادم راه يمكن يوقع خلاف في الحوار، اخذ ورد تجاذب تتدخل فيه السياسه احيانا يشتد اكثر، يمكن ان تكون هناك جهات اخرى للوساطه، وهذا ما لا يتم في المغرب وموجود في الدول الاخرى. اذا الوساطه بين قبل اللجوء الى الاضراب ممكن جدا لحفظ مصالح الشغيله وحفظ يعني الاعمال والاجراءات اللي يمكن تاخذها الحكومه. لماذا لم تتمكن الحكومه والنقابات من ايجاد ارضيه للتفاهم؟ هنا هي المشكله الاساسيه. لما كنشوفوا مثلا الحوارات الاعلاميه اللي كيدلوا بها زعماء المركزيات النقابيه، كيقول لك هما ماشي ضد، من طبيعه الحال عندهم مقترحات فيما يخص التقاعد، ماشي ضد التقاعد، ولكن التجؤوا للاضراب لان الحكومه، هما كاين في الحكومه كيقول لك انها هي الحكومه الاولى التي لم تصل معهم الى حوار جد منذ حكومه العراقي. الحكومه تقول ان هذه الاصلاحات اصلاحات لا رجعه فيها ولا يمكن لانها اساسيه وضروريه. كان يمكن لطاوله الحوار كما قلت أن تبت في كل هذه القضايا، كان يمكن لجهات وسيطة أن تتدخل حتى لا يعني تصل الأمور إلى ما لا يمكن أن يحتمل عقباه. يمكن للنقابات أن تلتجئ إلى أساليب احتجاجية أخرى، فاتح ماي في الطريق، هناك منظمات دولية يمكن أن تلتجئ. إذن لا بد من العودة إلى طاولة الحوار والخروج بنتائج محمودة للجميع، للشغيلة وللحكومة وللنقابات وللمواطنين. طبعا هم شغيل. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نعود ونلقاكم مجددا في نشرة منتصف الليل.